اسمعوا مني هذه مزيان، هذه نصيحة لخوتي المغاربة والخواتاتي المغربيات. بمجرد ما اعلنت السفارة ديال الحكم السوداني عن انتهاء المقابلة ما بين المغرب وجنوب افريقيا، هنا خصنا نوقفوا. عرفتوا علاش؟ نساو المباراة وكرة القدم اللي هي مجرد تسلية، وما ندخلوهاش في شي مواضيع اللي خارجة عن النطاق ديال الرياضة، ونرجعوا للروتين اليومي. واش عرفتوا شنو تبعكم في الروتين اليومي؟ الحياة اليومية، المتاعب، المشاق، ضنك العيش، قلة الحيلة، المسؤولية، وزيد 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 وزيد. نرجعوا للمشية ديالنا ونواصلوا المسير. هادشي اللي خصكم ديروا. انتهى المشوار ديال التسلية وبدا المشوار ديال الجدية. ايوا شمروا على دراعكم وواجهوا الحياة ديالكم اليومية. واجهوا اليوم والغد والمستقبل الله أعلم به. تحياتي لكم أحبتي الكرام، كان معكم درغام الأطلس علي العباسي. إلى الملتقى في حصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.